يعني عامله ازمه كتير طبعا 73 74 ازمه مستحكمه. طيب يعني ليه ما تتحطش رولز معينه في محكمه وفي حدوته وفي كلام من ده كله؟ علينا ان نحترم المحكمه والقضاء، وعلينا في نفس الوقت ان احنا ما نحطش الحاجات. ما انا برضه لازم اراعي ان في قانون وفي دوله تمام. وفي هيبه دوله، يعني عايزين نمشي الامور. هو صحيح نتيجه الشباب ما هو شايف ان ما فيش قانون، يعني احنا بنقول له عايزين، يعني احنا كاننا عايزين نطبق قانون عليه، هو نقول له طب ما تحترم قانون الدوله، هم شايفين الدنيا زيطه كلها في كل حاجه. انت عايز الالتراس يحترم القضاء، وفي بعض القضاه بيطلعوا بيقول لك القضاء فاسد وعايزين نطهره. طب ما انت برضه حق الولاد. يعني اولا رئيس الدائره صبحي بيعمل جدا، انا اعرف شخصيه محترمه جدا جدا انه بيشوف القضيه، راجل عادل جدا جدا، لكن انت اللي عمال تشكك. انت بتكلم شاب صغير بتقول له كل شويه ده القضاء الفاسد، ده نعمل عامل منحرف. عايزين نعمل مبادره في هذا الموضوع، ما ايه تفاصيلها ما نعرفش في يوم او اثنين او بتاع، انما احنا عندنا ازمه مستحكمه وحقيقيه. لازم تقعد مع الشباب ده، لازم تجتمع بيه، ويبقى فيه زي ما قلت لحضرتك رؤساء الأندية مع وزير الشباب مع وزير الرياضة مع رؤساء الأقسام الرياضية مع الإعلاميين اللي زي حضرتك، ولازم نقعد نتكلم. لأنه أنت دلوقتي ما هو برضه عنده مشكلة، ما هو شاف زميله مات. ما هو حضرتك اللي مات ده مش كلب ولا قطه يا استاذ ابراهيم، ده شاب صغير. يعني انا مثلا ايه، لو واحد انضرب برصاص قدامي دلوقتي يمكن مش هتاثر لسبب بسيط جدا. انا كنت رئيس نيابه في ابنوب والبداري، وكنت بشوف بقى 10 جثث واخد بالك، واروح انا المشرحه واعمل معاينه واشوفهم عشان الرصاصه، اشوف كام رصاصه وفتحه ودخول وخروج. انا بالنسبه لي عادي، لكن في بالنسبه لواحد تاني شاب زي ده لو شاف فرخه بتتذبح قدامه يتاثر. فده شاف زميله يعني واحد طالع روح طالعه في القطر معاه بتضحك ومبسوطه ويعني فجاه لا بيموت قدامه. هو يعني برضه لازم الصدمه اللي حصلت دي صدمه نفسيه كبيره يا جماعه. يعني لازم نجمع ونقعد، ولازم ويبقى في دكاتره نفسيين قاعدين موجودين. اوعى تفتكر ان الصدمه دي هتعدي بالنسبه للشباب ده، شباب 16 و17 سنه. طيب محمد ابو هلالي بيقول بالله عليك يا استاذ ابراهيم، هل سياده المستشار مرتضى معاه دلائل على ان الاخوان وفتح وحماس هم اللي فتحوا السجون؟ واسالوا لو الاخوان هم اللي كانوا عملوا لامن الدوله فرم الملفات، وحسن عبد الرحمن متح الادله على السيديهات الخاصه واللي عليها الدليل الوحيد للادانه، وطالما هو معاه ادله تدين الجماعه والبلتالي والعريان وكلهم ساكت ليه؟ اولا انا مش ساكت، في بلاغات متقدمه للسيد مستشار النائب العام، والنائب العام بيحقق فيها، فما تقلقش انا مش ساكت. موضوع حماس وحزب الله دي جت وردت في شهاده اللواء عمر سلمان الله يرحمه واللواء محمود وجدي امام محكمه الجنايات في قضيه محاكمه الرئيس السابق مبارك. يعني حضرتك لما تجيب محضر الجلسه هتلاقيهم قالوا دخل مش عارف 12 عربيه فيهم حماس، حتى في عربيات شرطه اللي هو في غزه بعد كده. وعايز اقول برضو في فرق بين الناس اللي دخلوا وفتحوا السجون. ما هو انت مشكلتك التعميم، يعني لو في 20 فلسطيني مش كويسين ودخلوا وضربوا بنقول الفلسطينيين دول لا في ناس محترمه كويسه بتحب مصر واخد بالك. ويمكن انت تفتكر يا استاذ ابراهيم كان في ماتش اهلي وزمالك وده كان صالح الزمالك في بدايه، انا بس بنبه بس الاخ البلتاجي عشان ايه ما يفرطش قوي. يعني هو البلتاجي يعني خد شعبيته ما كانش حد عارفه، كان راجل عنده عياده على قده في شبرا الخيمه. دلوقتي بيقول لك اللجنه التاسيسيه وهو حاكم البلد من ناحيه، والاخ سلطان من ناحيه، والاخ عصام مش عارف من ناحيه. انه كان مركب رايحه اغاثه لغزه لو تفتكر، واتمسكت اسرائيل مسكوها، والرئيس مبارك هو اللي تدخل وهو فتحي سرور وطلعوهم. تمام. انا لقيت ولادنا الفلسطينيين بيتقتلوا باجرام من اسرائيل. في كلمه ليا في مجلس الشعب لما اغتيل الشيخ احمد ياسين، وانا وقفت في مجلس الشعب قلت احمد ياسين ليس هو القعيد. انت عارف القعيد؟ القعيد هم زعماء الامه العربيه، القعيد هم الشعوب العربيه اللي دلوقتي كل همها بتضرب في بعضها ونسيت عدوها الرئيسي اسرائيل. تمام. الاخ البلتاجي اللي هو بنى الشعبيه دي، انا عملت ايه؟ الدكتور عبد المنعم فتوح موجود وسامعني، قال لي مرتضى كان هو ماسك في نقابه الاطباء حاجه اسمها الاغاثه الفلسطينيه، كان امين عام النقابه تقريبا. قال لي عايزين نعمل حاجه للفلسطينيين لاولادنا يعني. فقلت له ماتش الاهلي والزمالك اللي جاي ده لصالح الزمالك، الايراد بتاعه مع تبرع مني لاولادنا في فلسطين. فكلمني رئيس السلطه في الوقت دون رئيس وزراء اسماعيل هنيه، وكلمني من خلال اذاعه فلسطين وشكرني ودعيته. فجابني مهندس حسن صار، انت داعي اسماعيل هنيه؟ قلت له اه. اسماعيل هنيه ده كان بيسلم عليه، كان على طول يعتقل. قلت له اه داعي هيجي وهتبرع.
فاسماعيل هنيه وهو داخل منعوه في الدخول، فقدر يدخل الدكتور وزير الصحه بتاعه. فجه قعد جنبي وقعدت جنب منير ثابت كان ايام رئيس اللجنه الاولمبيه، وكان جنبنا الاخ الاستاذ صلاح المقصود اللي هو وزير الاعلام دلوقتي، واخد بالك؟ وحضر وما خفناش. فالناس اللي بتتاجر في فلسطين، انا لما اجي بقول النهارده في مجموعات دخلت، انا ده مع احترامي لشعب فلسطين، لان ال10 او 15 او 20 اللي هم دول مش هيسيئوا الشعب انه يناضل من سنه 48. فانا عايز بس اطمنه انه في بلاغات متقدمه، وانه الهيصه اللي عاملينها بقى لهم 3 4 ايام عصام سلطان على لانه متهم في القضيه، على العريان، على الاخ البلتاجي، مش هتجيب نتيجه معانا. لان انت اقصى حاجه عملتها لي، يعني اقصى حاجه حسني مبارك عملها لي ايه؟ سب وقذف سيد نوفل. انت اقصى حاجه عملتها لي قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد المقترن بجنايه اخرى عقوبتها الاعدام. عندك حاجه تاني؟ انت جبت اخر حاجه، والمحكمه قالت لك صرخ الورق ببراءه هذا الرجل وابنه وابن اخته لاني خدت غيابي. عارف غيابي يعني ايه؟ يعني الورق اللي نطق، مش انا رحت دافعت عن نفسي. ميزو بيقول ليه الاستاذ مرتضى منصور تعود على الصدام مع الجميع؟ والله انا يعني برضو شوف، انا احترت معاك يا ميزو ومع اللي كل ميزو. انا في 25 يناير لما كان فاسد بجيب له سيديهايه او ملف تقول يا عرفنا. دلوقتي مصر كلها ماشيه بالسيدات وملفات خلاص. وبعدين لما كان في ناس كتير يا ميزو لابسه طرح وبتخاف تتكلم، انا الوحيد اللي قلت زكريا عزميه 3200 واحد في العباره، ويا احمد يا نظيف خربت مصر، ويا صفوه دي اللي مش زورت انتخابات. فانا يا ميزو انا عايز اعرف افتح الشباك ولا اقفل الشباك؟ قول لي يا ميزو عشان ايه؟ انا عايز سيبك من الشباكات، وارب الباب بس. هدى معاطي بتقول اتمنى ان يتخلى المستشار مرتضى عن عصبيته، لان خصومه تستغل ذلك وتوقعه في الاخطاء التي هو في غنى عنها، مما لا شك فيه انه رجل ذكي ودؤوب ودقيق في مهنته. فوجه امكانياتك ومهاراتك لخدمه مصر ودعك من يستفزوك. شوفي كلامك مظبوط جدا، بس انت واحد ابتديت اتعالج من يعني ال6 اشهر دول اللي قعدتهم بقى بيقول لك ايه؟ كان داخل ماسوره اول ما ما اخشش ماسوره، انا قاعد في بيتي ما اتحركتش، ودخل الضباط هم دخلوا وقالوا بصلي ومشوا. فانا هتعالج، انا هتعالج والله العظيم. انت فاكر لما كنا في نادي الصحفيين وكنا اتعشينا سوا وكان معانا الاستاذ امير رفاعي بعديها انما لما كنا لما انت عزمتنا على العشاء انت اللي كنت عزمتك عشان خاطر انت لو كنت عزمتني كنت هتفضحني في كل حته. بس انا عزمتك في البيت كذا مره يا ابراهيم. حصل ماشي. لما قلت له بيغزوني، فقلت له طب تتغاظ ليه؟ قلت لك هم يغزوك ما تتغاظش. قلت لي يعني ايه؟ قلت لك الله، ما هو اي حد في الدنيا وانت تعلم هذا الكلام، ما انت عصبي وانا عصبي، ما كل واحد عنده قدر من العصبيه، بس في الاول وفي الاخر لا يوجد قرار صحيح مع العصبيه. لا هو بص، هو انت كلامك مظبوط، بس انا ابتديت دلوقتي يعني من التجربه ومن السن ومن اللي انا شفته. هو حد يا بيه انا اتحبست 7 مرات. ده انا اتحبس من سنه 72 68 ايام جمال عبد الناصر. يعني انا لو كنت مولود ايام الملك فاروق كنت اتحبست. علاء وهب الله بيقول لك ايه؟ رساله مني قولها فيها: خليك ماشي في نفس الطريق، لان اللي بيهاجموك ويرفعوا قضايا عليك كانوا مثل النساء في زمن قل فيه الرجال. ده هو ابن هو الراجل رد عليه. علاء حسن بيقول: متى نشهدك تمد يدك في يد الكابتن شبير؟ والله يا سياده المستشار هتكونوا فخر سويا لكل من اختلف. يا ريت انت تمد يدك بالسلام. ده مين هو؟ ده لا بص بقى عشان ارد على الاسم. استاذ علاء، بص يا استاذ علاء، ولادنا اللي استشهدوا الالتراس الاهلي، وطبعا كان في حوالي 4 أو 5 من بورسعيد، يعني ما مش عايزين او 5 مش عايزين نفرق طبعا، دول شهداء ودول شهداء يعني. لا ما هم كانوا اهلاويه، الولاد دول كانوا اهلاويه من بورسعيد. يعني بورسعيدين يعني. وعايز اقول برضو ان احنا برضو مش عايزين يعني نقول ايه، اصل شعب بورسعيد شعب محترم، ولو كل احترام والتقدير مش 10 او 12 غلطوا يبقى نفس القصه. الاستاذ علاء عايز اقول له ان تاني يوم كان في وقفه في ميدان سفنكس، اللي هم الاهلاويه كلهم والمتعاطفين، وانا رحت وكان الاخ شوبير هناك. اول ما شافني جري، فالناس استغربوا جدا، يا كابتن شوبير الراجل جاي ومادد ايد وراح سيبني وجاري. فانا بقول لك انا اللي رحت هو اللي جري، طب انا اعمل ايه؟ وعلى اي حال احنا فيها برضه. يعني انا عايز اقول انت اللي فيها بقى مش انا. لا كلنا فيها. انا عايز اقول على حاجه مش انا، هي مش اسماء. انا عايز اقول على حاجه، يعني احنا يعني ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في وقت زي ده، في وقت عيد العيد اللي جاي علينا ده، الرسول عليه الصلاه والسلام يعني في هذا الكلام بيقول لك ان ما ينفعش يجي عيد وما ينفعش تيجي مناسبه وحد زعلان من حد، لان في الاول وفي الاخر اصلها مش محصله بعضيها ومش مستاهله. حاضر يا ريت اتمنى ده. لان انا عايز اقول على حاجه يا عم مرتضى،
قول لي دلوقتي احنا نجحنا ان احنا نقسم 90 مليون على 90 مليون، تصور احنا بقينا واحد. كلنا يعني احنا كل واحد لوحده كده وكلنا متخانقين مع بعض. لا شوف يا بص، شوف الباكابورت اللي بيضرب، اسف الباكابورتات ضربه في الفيسبوك كده، ناس بتشتم بعضها بالفاظ بذيئه. انا عملت لك ايه؟ يعني انت حضرتك بتشتمني ليه؟ حضرتك تعرف يعني انت مختلف معايا، قول لك مختلف معايا. لكن يا مرتضى يا ابني، يعني انا مثلا يعني عملت برنامج مع توني خليفه السنه اللي رمضان اللي قبليه، خلاص يقول لك ايه؟ توني خليفه العملاق يحطم مرتضى منصور الكذاب. طب يا ايه الادب يا اللي ابوك مش عارف يربيك وامك، بتشتمني ليه؟ اذا كان توني خليفه عمل في حديث كبير قال بيسموني في لبنان انا مرتضى منصور بتاع لبنان. طب ليه بتقل ادبك؟ ليه كده؟ وغيري يعني احنا بقينا في مجتمع يا استاذ ابراهيم. طيب انا مش عارف انا مش عارف هنخرج منها ازاي، انما هي القضيه احنا مش هينصلح حالنا الا لو حطينا ايدينا في ايدين بعض، نحب بعض. ما هو نحط ايدينا الاول، نصالح كل واحد مع نفسه. بالظبط. على فكره كل واحد متخاصم مع نفسه. تمام. هي دي المشكله. تمام. هو متخاصم مع نفسه هو، فبطبيعه الحال متخاصم مع نفسه هتخاصم معاك. اذا كان انا مش عارف اصالح على نفسي. انا كنت في برنامج مع الاستاذ مصطفى بكري في قناه الحياه من فتره، فقال لي دول من الثوار 25 يناير، ففيهم واحد قاعد ينتقدني بشده ومش عايز يبص لي، يعني موطي كده. فانا عايز اقول يا رب الراجل اللي انا شفته قبل كده، وان الثوره وانك ضد مش عارف ايه، يا معنى اختلافي. قلت انا اول واحد قلت ان في فساد وفي وما كانش حد بيتكلم، لكن اختلافي. حسني مبارك سرق حاكمه، قتل حاكمه، بس ما تشتموش، ما تقولش يا ابن الكلب يا خنزير، زي ما دلوقتي بقول لك ما تقولش محمد مرسي يا استبن، عيب رئيس الجمهوريه، عيب تقعد تحترم نفسك. المهم فقعدت افتكر كده، قلت ده كان امين مساعد الحزب الوطني في رود الفرج، وجالي مكتبي عشان اشوف له اي حد يدخله مجلس محلي محافظه القاهره، واخد بالك؟ فجاه بقى من الثوار، انت بتهزر؟ وغيره بقى كتير كده، يعني للاسف الشديد يعني كل واحد دلوقتي بقى بيضحك على نفسه كده. انت عارف ان في واحد معد كان شغال مع الاستاذ الاخ علاء الدكتور علاء صادق، تمام؟ ده يا جماعه حزب وطني وفي لجنه اعلام في الحزب الوطني، فجاه قال لك انا بقيت من الثوار. يا جماعه انا مستغرب، هو اللي شيء واحد زي اللي شيء ضدي اللي اسمه عبد الرحيم عباس ده حكم شلبي، ده حزب وطني بقى من الثوار. فللاسف الشديد زي ما انت قلت في ناس بتضحك على نفسها وبتضحك على الناس. لا ده متخاصمين مع نفسها. متخاصمين مع نفسها. عبد الرحيم علي محمود قال احنا معاك في كل اللي انت بتعمله، وانا مقتنع جدا بكل اللي انت بتقوله، بس ليه مرتضى منصور ما بيعملش حزب سياسي؟ والله يا عبد الرحيم انا جيت اعمل حزب لقيت نفسي امر ضبط واحضار. وجيت رشحت نفسي رئيس الجمهوريه، انا فجاه لقيته شالوا اسمي مش عارف ليه، واخد بالك؟ كل ده عشان الراجل اللي هو امين اللجنه انا بهزر معاه بقول له انت فيك شبه من اسماعيل ياسين، فانا شايل اسمي، فانا اعمل ايه؟ لكن نعمل حزب ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. محمد جيفارا بيقول اشرف اتنين في مصر، ربنا معاك، وتحياتي للاخوه للشريف مرتضى منصور. نوره بتقول الحمد لله على السلامه يا استاذ مرتضى، احنا معتمدين عليك في المرحله دي يا استاذ مرتضى، فاتمنى تتخلى عن عصيتك عشان ما حدش من الخصوم يستغلها، ومنتظرين منك فتح جميع العملاء. دي نوره. عبير بتقول رشاد أرجو اطلب منه ان يقدم ما لديه من ادله على ثورات الاخوان في موقعة الجمل. اعتقد ان في سداية اتقدمت للنيابه العامه فيها اعتراف من الدكتور اسامه ياسين ان الاخوان تورطوا في معركه الجمل. سداية متقدمه يعني. ما تقلقيش يعني. وبرضه عايز اقول حاجه، مش عايزين نقول الاخوان، عايزين نقول برضه 5 6، لان احنا برضه مشكلتنا التعميم. يعني انا ملاحظ ايه؟ ان كل شويه يقول لك يسقط حكم المرشد ما بيتكلمش، يسقط خيرت الشاطر كمان في السجن راجل مؤدب، يسقط حسن مالك خارب مصر ما بيتكلمش، وسايبين اللي بيتكلموا. حسن باريس خلصنا منه، ده خلصنا منه الحمد لله. الراجل ده قاعد تفتح اي حاجه تلاقيه قدامك، البرنس بتاع اسكندريه، لغايه ما كسب الكسبه الكبيره بتاعت هيئه المصانع دي الحربيه اللي قال ده بياخدوا عموله فيها، وقال له الرئيس خد نسبه، والرئيس رفض. من يوم الحمد لله ربنا وفقنا وكرمنا وخلصنا من سيادته. لكن سايبين البلتاجي وسايبين صفوت حجازي وسايبين الناس دي، فمش عايزين نعمل يعني على الفريق حمدي وهيبه. ده من يعني انا طبعا الفريق حمدي وهيبه ده اصلا ضابط قوات خاصه اصلا يعني. تمام. يعني وطلع الكلام ده كذب، والدكتور مرسي اللي كذبه كمان. يعني لا مش على فكره، يعني انا بتكلم على الناس، اقدار الناس. يعني ما ينفعش الاخ البرنس يتكلم على حد زي حمدي وهبه، راجل ضابط رئيس واخد كليه اركان حرب، وواخد اركان حرب، وواخد مش عارف ايه، وظابط، وبعدين حارب واستنزاف ومش استنزاف وقوات خاصه والكلام ده كله. ما ينفعش الناس كده يتعمل كده. انت عارف البرنس ده عمل مصيبتين. عمل مصيبه
طلع في، انت عارف في قناه اللي هي صوت الشعب دي اللي هي بتاعت جماعه المجلس الشعب اللي هو اللي مشوه ده. فانا فوجئت بالراجل اول مره اشوفه، وانا اكتشفت قلت الكلام ده قبل كده، لقيته ابتسامته جميله وفرحان على طول. يعني يقول لك ايه، في ولاد ماتوا في ميدان التحرير، تلاقيه فرحان مبسوط، ما عمره ما كشر، مش عارف ليه. يعني احيانا الواحد بيبقى لابس قناع كده اللي هو الابتسامه الثابته دي. قال يا جماعه، انا مستغرب ده عضو مجلس الشعب، قال يا جماعه احنا محاكمات ايه اللي احنا مستنيينها؟ كان حسني مبارك لسه ما اتحكمش، احنا نجيب حسني مبارك ميدان التحرير ونربطه في شجره ونقعد نضربه بالجزم لغايه ما يموت. ده عضو مجلس الشعب. تاني حاجه راح عامل ايه بقى؟ عملوا لجنه، انا اعرف اللجان بتطلع علشان تشوف في السجون لو حد محتاج حاجه بيتعامل معامله سيئه، خلاص. لا ده هو عمل لجنه عشان رايح يتشفى في حسني مبارك وعايز يتصور هو واولاده يشوف، فراح السجن عشان يعين المستشفى. المستشفى على فكره في حسني مبارك دي اللي انا كنت فيها، اللي كان فيها ايمن نور، خلاص، ما فيهاش امكانيات، ما فيهاش حاجه خالص. المهم فقال لي بقى ان في عربيه ضربته، عربيه نقل ضربته علشان هو كتب تقرير ان حسني مبارك المستشفى دي يروحها لان فيها امكانيات. وبعدين طلع بعد يومين بتاع عربيه النقل مسكوه، لا يعرف حسن البرنس ولا يعرف حسني مبارك، ولا ضرب فيه من ورا. يا بيه عيب بقى، عيب يعني. المهم احنا خلصنا منه عقبال الباقي. علاء عبد الحق المزني صحفي بيقول المستشار مرتضى منصور ما رايك في تاسيسيه الدستور، وهل حقا اصبحنا في زمن الاخوان، وماذا ستقدم لنادي الزمالك في الايام القادمه؟ 3 اسئله ب3 اخبار، وعايز الزمالك دي عشان خبر. اولا بص، التاسيسيه اللي بيوكلها الوكيل بتاعها صادر حكم نهائي وبات انه مزور، اللي هو ايمن نور، تاني حكم نهائي وبات انه مزور ولا يستطيع ان يمارس حياته الطبيعيه كمحامي او كصحفي، تبقى هو وكيل لجنه تاسيسيه. قول على مصر السلام. التاسيسيه اللي النجم اللي فيها الاخ البلتاجي والاخ عصام سلطان، قول على مصر السلام. انا بقول لك قول على مصر السلام. انا رفعت دعوه في الاولى مع بعض الاخوه في التاسيسيه الاولى واتحلت. طبعا التاسيسيه الثانيه انا كنت بقى عندي امر ضبط واحضار. احنا يا جماعه، انا شايف ان التاسيسيه البعض فاكرها دفتر تليفونات، يعني اي واحد عنده مشكله مع مراته عايز ينزل اسمه في التاسيسيه وخناقات على التاسيسيه. ده مش دستور، احنا كده مش بتعمل دستور، انت بتعمل دفتر تليفونات في 10,000 صفحه. الدستور يعني بينظم العلاقه بين الحاكم والمحكوم، بينظم العلاقه بين السلطات الثلاثه التنفيذيه والتشريعيه والقضائيه، وبينه وبين رئيس الجمهوريه. لكن للاسف الشديد ويحدد حدود الحقوق والواجبات بتاعت الشعب. بالظبط كده. لكن للاسف الشديد احنا فاكرين التاسيسيه متحدده. طب استاذ مرتضى، انا دلوقتي بيتعمل تاسيسيه وفي طعون عليها وفي الكلام ده كله. انا كنت عندي معلومه ان في مجموعه من شيوخ القانون الدستوري في مصر والناس بتاعنا، مجموعه مستقله ما لهاش اي علاقه، وانهم قاعدين بيعملوا في دستور. واصلا عمليه الدستور ما هيش حدوته، مش حد بالظبط. يعني الجمل ابراهيم درويش ده عندك فناس ايه المانع ان يتعمل هذا الدستور ويتنشر للشعب، ويبقى الناس على الاقل قدامها ما يجب ان يكون، ويشوفوا اللي هيجي من الناحيه الثانيه ايه. لان انا ابراهيم تاني الدستور اللي يعمله مزور تاني او 2 متورطين فعلا في موقعة الجمل ما ينفع، او عميل امن دوله. يا استاذ عصام على جميع المواقع في تقرير مكتوب كده انك انت بلغت امن الدوله عن زملائك. ما ينفعش دول يعملوا الدستور يا جماعه. يعني اسيب الجمل وابراهيم درويش والاشكال والناس الشخصيات الكبيره دي كلها واجي اقول ان هم دول يعملوا الدستور؟ وبعدين انت عملت اختار، مع احترامي طبعا للاخ نادر بكار، مع احترامي الشديد ليه، يعني انا كل فكره بقى بكار ده كان بيجي في رمضان في مساء، ومره فجاه بقى في نادر بكار. مع احترامي للاخوه السلفيين، مع احترامي لعماد عبد الغفور وحزب النور، ان كلهم على فكره ناس محترمين وكلمتهم واحده، يعني انا جربتهم. ما ينفعش نادر بكار يا جماعه يبقى في لجنه الدستور يعمل دستور. يعني تاريخه ايه؟ مؤهله ايه؟ خبراته ايه؟ هو ليه احنا ليه صورنا المساله ان احنا لازم نحط كل فئات المجتمع؟ ده مش دستور طوائف. بالظبط. ده اللي بيعمل الدستور ناس قانون بس، يعني راجل متخصص. وبعدين لازم الدستور ده يا فندم ما فيش حاجه اسمها ايه يتوافق على كل المواد في الاستفتاء كل المواد، لا انا المفروض اخد ماده. افرض انا عايز الماده دي مش عايز الماده دي، واخد بالك؟ وبعدين للاسف الشديد هذا الصراع اللي كل واحد عايز ياخد حته، تمام، هيضيع الدستور زي ما ضاع دم الشهداء. وعليه الدستور ده مش قانون. طب هل يمكن الدستور النهارده لما يطلع وهيحصل استفتاء عليه
طبعا افرض النهارده انا مختلف على ماده وده ماده، احنا بنرفض دستور كله ككل، ما ينفعش، لازم ماده مش كده؟ لان افرض في ماده انا عايزها ما ده اللي بنتكلم عليه، فقالوا لي لا ده هيستفتى عليه كله. ده قانوني ولا مش قانوني؟ لا ما ينفعش. لا انا بتكلم على القانون. لا ما هو انا في ايدي انا كلجنه تاسيسيه اقول استفتي ايه؟ استفتي ماده. اصل انا شايف يا استاذ مرتضى ان كل المشاكل على 3 4 مواد، يعني الفيلم كله 4 مواد، وبعد كده سواء خدت 71 او الدستور حتى اللي هيتعمل في العشرينيات يا بيه الدستور 23 ده هايل، هاتوا طبقوا. انا بس عايز اكمله بالنسبه لنادي الزمالك، لانه نادي الزمالك هو طبعا الاعضاء عاملين لي حفله دلوقتي في النادي وانا رايح لهم، انا خلاص هطلع النادي على طول. نادي الزمالك ده بيتي، وانا خدت شوف انا كنت رئيس محكمه ورئيس نيابه ومؤلف كتاب في القانون وعضو مجلس شعب ويعني الحمد لله في حاجات كتير، بس شهرتي كلها خدتها مرتضى منصور بتاع الزمالك. فالنادي ده ليه جميل كبير عليا جدا، انا وغيري على فكره. انا اتمنى ان يطلع من كبوته، لان نادي الزمالك ده جزء مهم من مصر. النادي الاهلي لو وقع الزمالك وقع الاهلي، وعلى فكره الزمالك ده بيمثل حاله مصر دلوقتي. الزمالك انا دايما بعتبر الزمالك بيمثل حاله مصر. الزمالك لما بيقع زي التفتيت، يعني دلوقتي مرتضى ساب النادي ومشي. الاخ اللي كان نائب رئيس نادي مش عايز اقول اسمه عشان ما اشهروش، عشان بيقول لك اصل انا لو نزلت خبرتك الساحه بيتخانق مع ممدوح عباس، ومش عارف صبري سراج مش عارف بيتخانق مع مين، وده بيتخانق مع مين. تمام؟ اللي الحاله اللي احنا فيها اللي فيها الشعب دلوقتي كل الناس بتتخانق مع بعضها، وبعدين تلاقي مذيع يا استاذ ابراهيم بياخد له حوالي 12 مليون جنيه في السنه، يعني مليون جنيه في الشهر. خلاص؟ ويجيب واحده ست كده تقول له ايه؟ هؤلاء الحقراء، هؤلاء الفسداء، مش عارف اسمها منال ولا اسمها ايه، هؤلاء الناس اللي لازم يموتهم. اصل انا عايز اقول لك حاجه يا محمود، ايه ده في ايه؟ في ايه يا محمود يا سعد؟ مين الست دي اللي عماله تشتم في مصر رايحه جايه وعماله تحللنا كلنا؟ يا ست روح حللي نفسك. انت متخيله انك انت الاستاذه وتشتم هؤلاء حقراء يا استاذ ابراهيم؟ وهذا الحقير، الله في حد استاذ في الجامعه يقعد يقول هذا الحقير؟ ما عارف ست بيضه كده ملظظه بتطلع مع محمود سعد. يا ستي ما حرام عليكي بقى. وبعدين عايزه ايه؟ عايزه تبقى ايه؟ ها؟ للاسف الشديد كل واحد دلوقتي عايز يقدم السبت عشان ياخد الحد. مصر مش هتقوم الا اذا كلنا رجعنا تاني يا استاذ محمود. حسني مبارك يا استاذ ابراهيم، حسني مبارك ونظامه انتهى. مفيش حد بيسوق عربيه طول النهار وهو في الطريق واصل ورا، لا ينزل ترعه يموت لا يخش في شجره خش في حيطه. بص يا عم قدامك، انسى حسني، مش هيرجع. حسني مبارك لن يعود لا هو ولا نظامه. وبعدين انا اللي كنت بقول لك ايه؟ اصل مرتضى منصور عمره ما شتم حسني مبارك، وعمري ما هشتم محمد مرسي. ليه اسمه السيد الرئيس محمد مرسي؟ لان لما حسني مبارك اتشتم الرئيس السابق اللي يقول لك المخلوع، اصل المخلوع فرحان قوي كانه دارس المخلوع. طب ما يا حبيبي لما تقول عليه مخلوع يبقى خلاص ده كان في ثوره ولا في حاجه، ده بقى كان انقلاب، واخد بال حضرتك؟ لكن لما اقول هذه انتفاضه شعبيه يقول لك ده بيقول انتفاضه. الله يا جماعه ده الانتفاضه اقوى، الانتفاضه اقوى من الثوره، لان الانتفاضه شعب طالع من اسكندريه لاسوان من غير اتفاق، ناس قرفت انتخابات مجلس الشعب. ده انا قلته قبل كده وقلته 100 مره. فانا بقول يا جماعه اتقي ربنا في بلدنا، نبص لقدام. لا عندك انتاج ولا عندك سياحه ولا عندك استثمار ولا عندك اي حاجه، عندك قرار. عندنا اشكاليه كبيره، عندنا اشكاليه كبيره وعندنا فاصل. نروح الفاصل.